هذه الكلمات للشاعر محمد ناصر الشطف من أهالي الرياشية رداع، مقيم في مملكة البحرين. وهذه القصيدة إهداء لعيال أخوه عبد الله وأحمد علي وجميع أخوانه، ويعبر بما فيها عن الغربة. أداء أبو شهاب الخبيجي. ما سوى الله وهي سبحانه في الكون يعبد، قاسم عدا وعوات المضطر وذي يجيبه. الشطف قوالي الماء الرادي المعقد، أرهقتنا والمشاكل والسنين الجادبة. وضع سيء وهوى دمعات الثكالى وعلى الخد، لحن ابو مان يعيش الذل والله. اي والله اجبرتنا والظرف نسرح نغرى وابوار الحد، لقمة العاويش في ذا الوقت صارت صعبة. ما حدا باوى يجي له رزق برد مو برد، هذا هرزاوق ما حد ياخذ الا ناصبه. لا ساق البعد والغربة ما ترحم احد، كم تمنى ويتي يا صنعة تكون قريبة. كنت اسافر ما طار العاصمة ذوي من بنات، بضع ساعات واني في الديار والحبيبة. وانه اليوم ما ظلك في الطارق عواشر وزياد، في دروب المخاطر والخطوط الله يعين. سعي يا مرسالي بادر في الليل الاسود، لا ردى حويثي تلقى القبيله مش غريبه. شل خطي لعبد الله والغاوة لأحمد، من بلاده والخالج حيث الغصون الراطبة. واخوتي كل واحد له في القاوى البمقعد، اعتزازه بهم ازداد رفعه وهيبه. دايما توم شداد الظهر والكايف واليد، يا الجبال العوالي النايفه والصليبه. والصديق الوافي وقت النوايب يجلد، ما يخاف المنايا لو امامه كاتبه. النقامات يقوم وين تزهم في الحظات، حط يده على العالي وقبضات عاسبه. واحذر الشاوخ ذي يضحك ذي وجهك يودان، والنقفة ويتمنه بس ربي ويحاسبه. مر ضيفه ولد عمه فعليا وما تشهد، لا رحمه وانغادر في صاحبه آية وقريبه. والصلاة والسلام تغشانا بينا ومحمد، يشفى وعلانا من نار حمراء لهبه. ذي شفاع على